السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يلا قبل ما نبدأ الحلقة السادسة من رواية أحببت مجنونة الموسم التاني، لو أول مرة تشوفونا معاكم أم جنى وزينة. روحوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، ويلا عايشوا معانا مع أحلى القصص والروايات. يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. سيف شدها ودخلها الأوضة بتاعتهم. نور بصت له وسكتت وراحت تنام وما اتكلمتش. سيف جز على اسنانه. ايه ده بقى؟ نور مش بترد. سيف شدها. قومي اتكلمي معايا. نور بغضب. انت عايز ايه؟ قلت اوضتك واترزعت وهتخمد فيها. مش عايز تخلف مني؟ قلت تمام ومش هجبرك. ايه تاني؟ انت مش فاهمة حاجة. لا فاهمة. انت خايف تجيب مني طفل ويطلع زيي، صح؟ والناس تهينه ويطلع زيي ومحدش يطيقه، صح؟ بس على فكرة ده مش وراثي. ما امي ايه طبيعية مش زيي، وما كانش في حد في عيلتنا كده غيري. سيف ضم حواجبه. ايه الهبل ده؟ لا طبعا انا. انت بتكذب. انت خايف، حقك، بس برضه حقي اني اتخمد دلوقتي وتسيبنا نام لو سمحت. سيف بزعيق. براحتك يا نور نامي، وخرج وسابها. نور فضلت تعيط لحد ما نامت. صحيت لقته واخدها في حضنه ونايم. نور بعدت عنه وقامت دخلت الحمام، وسيف كان حاسس بيها. بعد وقت نور طلعت لقته قاعد. نزلت وسابته. قام وراح الشركة. وعدى اليوم وتاني يوم سيف لقاها برضه بتبعد عنه. راح شغله ورجع بالليل كان تعبان من الشغل والتفكير. نور كانت قلقانة عليه رغم انه قصادها، بس عاملة اكنها مش شايفاه، بس كانت بتراقبه. فضلت مستنية لحد ما سمعت باب الأوضة اتفتح. لقته هو، ولقت وشه مرهق جدا. وهو أول ما شافها صاحية ابتسم بتعب. نور بتحاول ما تبينش انها قلقانة. مالك؟ ضغط شغل بس، نام انتي. طب غير هدومك عقبال ما اعملك حاجة تاكلها. سيف مردش. نور نزلت وطلعت لقته قاعد زي ما هو وفارد جسمه على السرير من التعب وفتح عينيه. سيف قوم يلا. سيف قام. نور حطت الاكل قصاده ومدت ايديها بالسندوتش. كل يلا. سيف بصلها واخده وساكت وبدأ ياكل. نور فضلت بصاله وساكتة لحد ما خلص اكل. شالته ونزلت المطبخ. وبعد وقت طلعت لقته غير هدومه وطلع من الحمام. نور رايحة تنام مسك ايديها. وحشتيني. نور قلبها دق جامد وبتحاول تسحب ايديها بدون كلام. ما وحشتكيش؟ نور اتنهدت. سيف كده احسن لينا. فين ده؟ انت ما بقيتيش موجودة. انت حتى مش راضية تبصيلي يا نور. انت تعبان، نام احسن. كل ده عشان طفل؟ طب وانا ايه؟ مش همك؟ طز فيا؟ بتفضليه عليا؟ نور بصت له ومش فاهمه. انت بتقول ايه؟ افضل مين؟ هو انا بقولك نتبنى؟ انا بقولك اننا نخلف يكون ابنك وابني. سيف بغضب وزعيق. ليه؟ انا حرمتك من ايه؟ دايما جنبك وبعمل كل اللي انت عايزاه. ليه مصممه توجعيني؟ اني عايزه منك طفل ابقى بوجعك للدرجه دي؟ انا باذيك؟ والله العظيم ما وراسي، ده ابتلاء من ربنا وماليش يد فيه. يخرب بيت ابو كده. انا مقصودش وقلتلك مليون مره انا مش شايفك زي ما هما شايفينك. انت ليه مش فاهمه اني خايفه عليكي تعملي زيها وتسيبيني؟ هي عملت زيك وصممت وجابت اختي وسابتني لوحدي. محدش كان طايقني، محدش اهتم بيا. كنت شبه الكلب رميني وكله كارهني. ومسكها من دراعها. ليه عايزة تسيبيني زيها؟ انا ما صدقت اني لقيتك، ما صدقت الاقي حد يفهمني ويستحملني. ده انا بحاول ارضيكي عشان ما تعمليش زيها. انت كل حاجة بالنسبة لي يا نور، والله ما هقدر ومش هستحمل تبعدي عني. نور كانت متنحة والدموع بتنزل من عينيها. سيف بتعب. والله ما خايف ان يكون زيك. انا خايف ما الاقيش انتي. نور عيطت. طيب اهدى، مش قصدي، مش عارفه اعمل ايه. طيب انا دلوقتي. سيف شدها وضمها لي. ما تسيبينيش. نور فضلت تعيط ومش عارفه ترد. انا بتمنى والله، بس خايف تسيبيني. نور طلعت من حضنه. مامتك كان عندها سبب، انا لا، صدقني. عشان خاطري نفسي اجيب نونة. عشان خاطري والله ما تخافش.
يا نور افهميني، انا مش هستحمل تبعدي عني. نور حطت ايديها بحنية على خده. والله ما تخاف، صدقني. طيب بص، مامتك كان عندها اسباب، لو الاسباب دي عندي وعد هشيل الفكرة من دماغي، وعد نكشف ونشوف عشان خاطري. سيف بصلها بخوف. بس اقسم بالله لو جرالك حاجة هكرهه وعمري ما هحبه. نور بصتله. محدش بيكره ابنه يا سيف، صدقني. ما تخافش، ووعد انا لو لقيت الحمل غلط عليا صدقني مش هفتح معاك الموضوع ده تاني، وانا مش هسمح بكده. وبعدين عدى اليوم، وتاني يوم نور فضلت تزن عليه واخدته للدكتورة، ولقت مفيش اي ضرر عليها وانها محتاجة بس فيتامينات، ونور كانت فرحانة جدا. اما سيف كان خايف عليها. نور فضلت تطمنه ان مش هيحصل حاجة. وعدت الأيام، ونور كانت بتتمنى إن ربنا يحقق اللي بتتمناه ويكرمها بطفل. وفرح بعد فترة اكتشفت إنها حامل، واتمنت إن نور كمان ربنا يكرمها. ملحوظة: سليم كان بيكلمهم كل فترة هو وهدير، بس كانوا مشغولين بشغلهم، وهدير كان سليم بيحاول يقنعها تقعد وما تشتغلش وإنهم يخلفوا. وعدت الشهور، وسندس وأشرف كتبوا الكتاب وعملوا الفرح. أما هنا ومجدي برضو عملوا الفرح وكتبوا الكتاب وسافروا يقضوا شهر العسل. أما نور جه في يوم وحست إنها تعبانة جدا. مالك؟ بقالي 3 أيام دايخة. مش بتاخدي الفيتامينات؟ بالعكس مستمرة عليها. طب قومي نكشف. نور جاية تقوم أغمى عليها ووقعت. سيف بلهفة: نور! وشالها وفضل يفوق فيها وخلاها تغير وأخدها يكشف عليها. ألف مبروك، انت حامل. نور بدهشة للدكتورة: وحياة أمك بجد احلفي. سيف كان جواه شعور غريب، فرحان وخايف وقلبه حاسس بوجع، وافتكر مامته وفضل باصص لنور وساكت. الدكتورة بضحك: والله حضرتك حامل وتقريبا قربتي تقفلي شهر. نور بطفولة: الله، يعني كده فاضلي 8 شهور واولد صح؟ الدكتورة ضحكت: بإذن الله. انت مستعجلة كده ليه؟ هو ولد ولا بنت؟ لا لسه بدري جدا عشان تعرفي نوع الجنين. المهم تنتظمي على الفيتامينات دي وتخلي بالك وبلاش اي مجهود. مفيش اي ضرر عليها؟ لا ابدا، اللهم بارك زي الفل. نور رقصت حواجبها: اهمل بقى. سيف ابتسم وبيحاول يطمن نفسه: تمام شكرا يا دكتورة. واخدها ومشي. وفي الطريق نور بصت له وبتضحك: ايوه انا فرحانه قوي، يا ترى هيطلع شبهي ولا شبهك؟ سيف بصلها وابتسم: يا باي على قلبة وشك يا ابني، ما قالت لك اني زي القرد اهو، ما تنكدش عليا بقى، ده انت فقر. ربنا يستر. على فكرة انت كده بتفول في وشي كتك القرف. ولفت وشها: انا مش هركز معاك عشان ما تنكدش عليا اللحظة دي. سيف بصلها: تيجي نقعد انا وانت عند البحر شوية؟ نور بصت له وضحكت: قشطة. وبسيته من خده. سيف ابتسم وراحوا عند البحر وقاعدين. بتحبيني؟ نور بصت له باستغراب: في ايه؟ اكيد طبعا. طب ليه اخترتيه هو وانا لا؟ نور اتعدلت وبصت له: انا بحبك ونفسي اجيب منك طفل، لو مش بحبك مش هبقى عايزة اي شيء يربطني بيك. انا لما انت رفضت نخلف كنت مفكرة انك مش حاببني وخايف يكون زيي وانك مستحملني، لكن مش هتقدر تستحمل هم تاني. كان احساس وحش قوي والله، لكن لما فهمت فرحت. ومسكت ايده وحطتها على بطنها: هنا في حتة منك جوايا أنا مبسوطة بيها، وبتمنى يطلع شبهك في كل حاجة، حنيتك وطيبتك وخوفك وشكلك. وكنت بتمنى اليوم ده يجي، هحبه على حب فيك، وأنا متأكدة لما هيجي انت هتحبه. استحالة تكرهه لأنك بتحبني. صدقني انت هتحبه عشان ده في حتة مني ومنك. شيل الخوف اللي جواك ده عشان تحس بالرزق ده. طيب تخيل كده لو ما كنتش انت جيت، ولا انا امي ما كانتش جابتني. ها، قول مين كان هيضايقك ويعصبك ويخليك على اخرك؟ طب وانا مين كان هيعصبني وينكشني؟ قول يلا ها. خايف يا نور، انا مش مسامح نفسي اني ساعدتك في اني اخسرك. نور ضحكت: هو انت ليه خايف كده يا ابني؟
اهدى يا روحي، والله ما تخافش. انا ههتم بالفيتامينات وههتم بالاكل ومش هتحرك كتير، وهعمل كل حاجة اخلي بالي من نفسي فيها، وان شاء الله ربنا هيستر. عشان خاطري بقى اضحك، بطل خوفك ده اللي بحس ان الدنيا وحشة ومتقفلة. عشان خاطري بقى، انا فرحتي مش كاملة عشان انت مش مبسوط. سيف اتنهد وبصلها. اوعديني تفضلي جنبي. نور بسيته من خده. بموت فيك ولازقالك والله، عمري ما هسيبك، وافرد وشك ده وانت زي القمر كده. سيف ضحك. بحبك. وانا كمان والله. وبعدين نور وسيف فضلوا قاعدين يهزروا، وسيف حاول يطمن نفسه بكلام نور، وروحوا وقالوا لهم انها حامل، وكلهم فرحوا لانهم كانوا عارفين انها كانت نفسها في طفل. وهبة لاحظت خوف سيف وقعدت وفهمته ان امه كانت اساسا الخلفة فعلا غلط عليها، مش معنى كده ان نور زيها واي حد ممكن يحصله كده. وسيف اطمن نوعا ما. وعدت الأيام والشهور، ونورين جابت معتصم، أما أميرة جابت فهد، وكل القصر كانوا فرحانين. أما فرح جابت جنات، ونور كانت بطنها قدامها هي وسلمى وشهد، وهنا وسندس برضو، بس كانوا لسه في أول شهور الحمل. وجه يوم وكلهم كانوا قاعدين ومتجمعين في قصر العوضي. نور كانت قاعدة وماسكة بطنها. أنا حاسة إني هولد. سيف بصلها. اتهدي بقى يا شيخة. نور ضربته بظهر ايديها. هدى لما تهدك انت. عاصم بضحك. يا عيال عيب كده، اعقلوا بقى. ياسين هو ماسك ابنه معتصم. ده معتصم اعقل منهم. نورين ضحكت. ومنك والله، ده امبارح بيقولي هو ينفع اخده ونقعد على القهوة، واساسا ياسين عمره ما قعد عليها. يقولي ما اي اب بيعمل كده. فريدة بضحك. معلش، خلفتي هبلة. هاتوا يا ياسين امسكوا شوية. اتفضلي يا عسلية. شمس ضحكت. ربنا يهديك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. ياسين بضحك. هو عفريت. آدم قاعد يبص في ابنه فهد. أميرة بضحك. انت باصص كده ليه؟ آدم بتركيز. حاسس شبه نور. نور بصت له. لا شبهك. لا شبهك انتي، طول الوقت رفع شفته كده تحسيه بيردح. كلهم ضحكوا. نور بتلف وبتحاول تبصله، ورمت نفسها على سيف وحدفت آدم بالمخدة. وربنا لو قادرة كنت قمتلك عيل خنزير. لا بس بجد جنات شبه نور بالظبط، حتى لون عينيها. ده انا حبيتها حب البت دي من كتر حبي فيك يا نور. نور بصاله. مش قد حبي ليك. ما تتلموا انت وهي. نور بضحك. يا عم ده مش بيطقني، ده منين ما اشوفه الاقيه بيشتم البت ويبصلي. فرح بضحك. لا والله بجد بيحبك زي اخته قوي. من القلب للقلب رسول يا مهزأ. سيف بضحك. يا نور انت نايمة مش ساندة، اوعي كده. نور ريحت اكتر. بقولك ايه، انا مش تقيلة، ما تزيدش فيها. سلمى بضحك. بطني وجعاني قوي. مازن بس راسها. بس يا ماما اهدي. جماعة، أنا حاسة إن مناخيري كبرت، هو ممكن فعلا كده أكون حامل في ولد؟ أشرف بضحك. ليه، هو في مناخيرك؟ أحمد بضحك. اسكت الله يسترك، دي كل شوية تقولي شكلي بقى وحش. صحيح، أنا بحس شوية إني حلوة وشوية إني وحشة. كده إيه؟ سيف بضحك. هتجيبي ولد نصه بنت ونصه ولد عادي. انت بقيت ظريف على فكرة. شهد بضحك. ممكن يكون توأم، انتوا ليه ما عرفتوش لحد دلوقتي نوع النونة؟ لا مش عايزة اعرف، عايزاها مفاجأة كده. انا بصراحة كنت حابة كده، بس ما قدرتش استنى. طلعت بنوتة. انا بفكر اسمي آسر. انا يونس او انس. لا 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 بتكسف. نور ضحكت. بس يالا انا بحب الاسم ده مش اكتر. اخص الله يكسفك بصوت سمير غانم. سيف بهمس. اتلمي وبطلي تهزري. نور بصت له وضحكت وقالت بهمس. بتغيري يا عسل انت، هات بوسه. سيف ضحك ووشه احمر. انت الحمل ده بقيتي متحرشه على فكره وانا ما بصدق. نور ضحكت وبصت لهم. ماما انا جعانه. وانا بصراحه هموت من الجوع. جماعه وبصراحه وانا. كلهم بصولها. مجدي بضحك. دي ما تتكلمش ومرة واحدة تتكلم أنا جعانة. تهاني بضحك. هو الحمل كده. أمل وهبة بضحك. هنقوم نعمل لكم. خدوني معاكم.
سيف سيف. نعم. عايزة اعمل حمام. انا اخر ما هزق همشيكوا بقصرية، قومي. نور ضحكت وقامت. لا لا، هعمل في الحمام اللي تحت، مش قادرة اطلع. عدى الوقت وكل واحد طلع اوضته واللي روح بيته. سيف، اقلبني. سيف بصلها. اعمل ايه؟ اقلبني. سيف بضحك. اعملها ازاي دي؟ بطل تضحك، عايزه اتقلب. هو ايه اللي ازاي؟ سيف بيضحك وهو بيعدلها. اهو حلو كده. اه، حط بقى مخدة تحت رجلي كده. كده. نور بارتياح. ايوه، بس كده. سيف بيبص لقاها واخده السرير كله. ايه ده؟ انا هنام فين؟ انتي واخده السرير كله. هيا حته يا سيف، ما حبكش تنام هنا. روح نام في اوضتي. شهد فيها يا احمد. روح نام في اوضه امير. فرح فيها يا عبد الرحمن. اتخمت في اي حته بقى، عايزه انام. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. اكتبولي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية. ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل أصحابكم. واستنى الحلقة الجاية جميلة وكوميدية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات أم جنى وزينة. بحبكم قوي، سلام.